تعال اقول لك بقى تاكل ايه في الزمالك. نبتدي بالفطار، وطبعا الفول والطعميه اساسي. من عند قدره طلبت فول وطعميه وبيض بالبسطرمه. يلا بينا نخش على الفول. بسم الله. فول اسكندراني جامد، بيض بسطرمه حلو، طعميه محشيه سخنه مقرمشه، محشيه حلوه قوي. مالكش في الفول والطعميه بقى ايه؟ يلا بينا نخش على البيك. من عند بن دغوا، يا رب اكون بنطقها صح. جبت كرواسو براون مع كابتشينو ويلا بينا. الكرواسو براون فريش قوي وخطير. نخش على بعض. بعد كده بقى نروح على اوز باستا، عنده فرعين والاثنين جنب بعض قوي. بدات بالروزماري صراحه طعمها حلو. نبدل بقى وناخد الليمون. الليمون كتير قوي. الوايت صوص خفيف. لا دي عادي واقل من العادي تقريبا. مالكش بقى في الباستا والقعده الرايقه وعايز حاجه شقلب وقلب، عليك وعلى مسعد كبده وسجق. بس بقى اهو ولا طحينه ولا حاجه وطعمه جامد. نخش على الكبده. الكبده بقى كبده اسكندراني بالفلفل كده. عايز في الشياكه موجود، عايز في الشقلب وقلب وكبده وسجق وعالمي برضه موجود. الزمالك فيها كل حاجه. وختمت بقى بايس كريم من عند امارينا في شارع 26 يوليو. طعم القهوه عجبني اكتر بكتير من الشوكليت. وفي الاخر اكيد في اماكن كتير قوي في الزمالك جامده تانية، فقولوا لي في الكومنتس ايه الاماكن اللي جامده في الزمالك عشان نجربها في بارت 2. وشير وسيف للفيديو ومنشن لصاحبك، وهفضل اقولها كل فيديو. نشار اي حاجه بتدعم القضيه، الدعاء نبطل نجيب من اللي ما يتسموش.